طبعا يا جماعة مثل ما شايفين هلأ خلصنا تحضير وصفتنا لليوم، وصفة ولا أروع من هيك. يسعد أوقاتكم، معكم الشيف فادي. اليوم وصفتنا هي عبارة عن شرحات دجاج مطفاية بالحامض والثوم، ومكوناتها ولا أبسط من هيك. مثل ما شايفين هون معنا فتايل من أسطورة الدجاج، بطاطا مقلية نصف قلية، فطر وحمض وثوم. كتير بسيطة. فتيلة الدجاج منظفة وجاهزة مثل ما شايفين. بدنا نقصها بهالشكل وبتطلع معنا هيك. وفيكن كمان تشتغلوا باسطورة الدجاج كمان بهالحجم وبهالشكل. إذا في عرق فينا ننظفه ونشيله. تمام. بس هلا بعد ما قطعناهن بهالشكل مثل ما شايفين، إذا عندكم مدقة طعام فيكن تدقوهن هيك، وفيكن بدون، ما في أي مشكلة. قطعنا الكمية اللي بدنا إياها وهلا على القلي. هلا بهالمقلاي شغلنا الغاز تحتها وضفنا شوية زيت نباتي بهالشكل. وعندنا حبات الشرحات اللي اشتغلناها. كافي. حاولوا دائما تشتغلوا بمقلاية تيفال، بيكون افضل حتى ما يلزق معكم شيء. واللي ما في عنده مقلاية تيفال يتبع كمان الطريقة اللي عم بيشتغل فيها، كمان بيطلع بنتيجة كتير حلوة. ودائما لما قالي تيفال يفضل نشتغل ب معالق بلاستيك. هلا بنقلبهم بعد ما اخذوا هالاستواء مثل ما شايفين. هلا اخذوا معنا هاللون وهالاستواء، كمان بنتركهم 3 دقائق. هلا بعد ما قلبناهم من الجهتين واخذوا الاستواء الكافي مثل ما شايفين ولونهم حلو، بدنا ننزل عليهم بشوية بطاطا مقلية نصف قلية بهالشكل. يا جماعة وصفة كتير رائعة وسهلة وبسيطة. هالكمية كافية. شوية فطر بدنا نقلبهم شوي. الأصوات يا سلام. دقيقتين 3 بنقلبهم مع بعض، وبعدها بننزل الحمض والثوم. هلا بعد ما انتظرنا دقيقتين 3 بدنا نضيف الحمض والثوم بهالشكل، يعني تقريبا 3 معالق طعام، وبنقلبهم مع بعض. يا سلام على هالروائح اللي عم تطلع. لسه هلا السر الصغير مو هون. هلا مباشرة بنضيف شوية ملح، شوية فلفل اسود او ابيض ما في اي مشكلة، كمان شوي. شوية اوريجانو. الاوريجانو بيعطيها نكهة كتير كتير طيبة، شي ولا اروع من هيك. وبنقلبهم بهالشكل. هلا دقيقة قلبهم مع بعض بهالشكل. ما في دقيقة حتى هيك خالصين. هلا وصفتنا صارت جاهزة، راح نسكبها قدامكم ونقدم لكم اياها مثل ما شايفين. وصفتنا صارت جاهزة مباشرة. وهلا مباشرة بدنا ندوق الوصفة اللي حضرناها مع بعض بهالفيو الحلو. يا سلام. وصفة كتير رائعة. اعملوها بسرعة بسرعة بسرعة، روحوا اعملوها. خلوني انا كمل هالصحن.